السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كلنا متفقين ان الموز لما بيستوي محدش بيرضى ياكله. تمام. انا شخصيا باكله عادي، بس كتير او الاطفال، اغلبية الاطفال ما بيرضوش ياكلوه. هتعملي ايه؟ هتجيبي الموز اللي عندك وتهرسيه كويس جدا بالشوكة. احنا مش عايزين نفرمه ناعم جدا، احنا عايزينه بس بالشوكة كده. ابدأي ان انتي اهرسي الموز اللي عندك، اي كمية موز عندك عايزة تعمليها. الحاجة اللي هنعملها دي حاجة حلوة جدا وكله هيحبها. طبعا بيحبوا جوز الهند، زي الباونتي. احنا عملنا قبل كده الباونتي وحطينا لها حليب مكثف، او نوتيلا، وابدأي ان انت اعجنيها بيها وكوريها. دي نفس القصة، هتجيبي بقى بدال النوتيلا او الحليب المكثف هتجيبي الموز المهروس وتبدأي تعجنيه مع او تقلبيه مع جوز الهند. تمام كده. طبعا احنا هنحط جوز الهند تاني، اقعدي بقى حطي كميه لحد اما تلاقيه بقى متماسك وتقدري ان انت تكوريه. لو وصلت بالفيديو لحد هنا ولسه ما حطيتش لايك، ممكن تحطي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس ويوصلك مني كل جديد. شجعوني كده باللايك علشان يكون عندي حماس ان انا انزل لكم فيديوهات اكتر. تمام. هبتدي ان انا اعجن تاني، هلاقيه هيحتاج جوز الهند تاني، هحط، مفيش اي مشكله خالص. هنبتدي نحط لحد اما نلاقي القوام متماسك، هقدر ان انا اكوره وادخله الفريزر. تمام. تقريبا كده جوز الهند اللي حطيناه حوالي كوبايه او كوبايه الا ربع. طبعا كوبايه او كوبايه الا ربع دول وزنهم خفيف جدا، يعني انت ممكن تلاقيهم 30 40 جرام. تمام، لان جوز الهند خفيف جدا، بيوزن كتير. ابدأي بقى ان انت، طبعا حطيته في طبق تاني كده غويط عشان خاطر ان انا اعرف اقلبه، اقلب فيه براحتي يعني. افضل بقى اقلب جوز الهند كده. على فكره الحلويات دي جميله جدا، هتبقى شبيهه كده للباونتي، وكلنا متفقين ان احنا بنحب الشوكولاته الباونتي موت. هبتدي بقى ان انا اخد قطعه كده منها، هلاقيها متماسكه، فتمام حلو قوي كده. هبدأ بقى ان انا اعجنها كده ما بين ايدي شويه، يعني اضمها على بعض او المها كده مع بعض. ممكن احطها كده بشكل عشوائي، وممكن اروح لفاها على ايدي لفه كده بسيطه، وابتدي ان انا ارصها على صينيه وتكون تحتيها كيس تلاجة عشان خاطر ما يلزقش فيها. هدخله بس الفريزر لمجرد بس ما انا هسيح الشوكولاته اللي انا هستعملها. انا سيحت شوكولاته بيضه وشوكولاته غامقه. تمام. شوكولاته بيضه وشوكولاته دارك سيحتهم. وممكن تستعملي شوكولاته بالحليب، لو ما عندكيش شوكولاته بالحليب حطي الاتنين على بعض، وده اللي انا هعمله في الاخر. هجيب الشوكولاته بشوكتين كده، اخد واحده واحطها على الشوكه، ابدا ان اغمسها في الشوكولاته واعملها دبتين كده على الطبق علشان خاطر انزل الشوكولاته الزايده اللي فيها، وابتدي ان انا اخد باقي الكميه بالوضع دوت. تمام. هاخد الكميه دي كلها كده، هي لمجرد ان انا عملتها نشفت خلاص. ما تبقاش شوكولاته غامقه تاني، فرحت حاطه بقى ايه، بقت الشوكولاته الغامقه اللي في الطبق عليها معلقتين كده من الابيض، وبدات ان انا اعمل باقي كرات الحلويات اللي عندي، او كرات الموز اللي عندي. هبتدي بقى بشوكولاته بيضاء ان انا ابدا اعمل خطوط كده. ممكن اقلب على الشوكولاته مكسرات، يكون فرمها فرم ناعم. بس انا حابه ان القطنه تكون طريه كلها تحت ضرسي كده، او تحت بقي كده. فهبتدي ان انا احط شوكولاته بس، مش هدوب معاها اي مكسرات خالص. ممكن تحطي فول سوداني لو انت عايزه حاجه اقتصاديه. تمام. بس هبتدي ان انا احط شوكولاته بيضه كده تدي منظر حلو قوي ليها. طبعا هبتدي ناكل منها، حطيها في الفريزر عندك وابداي خدي منها كده. طعمها تحفه جدا، ما اقدرش اوصف لك بصراحه، طعمها خطير. وكده استفدنا من الموز اللي كان هيبوظ عندك حرام ويترمي. مش عايزه تعملي ده كله وهتشربيه عصير بس، العصير دي حاجه معتاده. نعمله عصير باللبن، الموز باللبن بيكون تحفه جدا. تمام. بس ابداي اعملي ديت يلا، ولو عجبك حطيلي لايك ومتنسيش تشترك في القناه.